عندك اختي مصروف 2000 درهم وما كتقدي تشيطي منها حتى شي ريال. اليوم اختي غادي نعطيك الطريقه باش غادي توفري ان شاء الله. غادي تصرفي ليا 1500 درهم وغادي توفري 500 درهم. تبعي معايا اختي لا فيديو من الاول حتى الاخير، وإلا عجبك لا فيديو كيف العاده ما تنسينيش اختي من لايك وواحد التعليق يكون زوين بحالك، وما تفلتي اختي حتى لقطه حيت الفيديو راه زوين ومهم. السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم تكونوا بصحه جيده اختي. الطاقه الايجابيه وبالاراده والعزيمه اختي نحققوا اي حاجه بغينا نديروها في الحياه ديالنا. اليوم خواتاتي غادي ندير معكم التقسيم، نقول لك الطريقه كيفاش غادي ديري توفري اختي من المصروف ديالك 2000 درهم. غتقدي ان شاء الله توفري 500 درهم، ولكن بالعزيمه والاراده اختي. الا كنتي نتيا باغا تحققي اي هدف من الاهداف اللي راسمه قدامك، ضروري اختي تحطيه قدام عينيك، وديما غتقولي بانني داك الهدف غادي نحققه، وما يجيكش اختي الاحباط وتقولي ما نقدرش. لا اختي غتقدري، وحتى شي حاجه مستحيله، ولكن غير تكون عندك العزيمه والاراده، اي حاجه بغيتيها غادي تقدي توصلي ليها. اليوم اختي عندك نتيا غير المصروف ديال المطبخ، وهذاك هو اللي عندك وبغيتي تنتي توفري منه وديري اختي شحال من حاجه. اليوم اختي غادي نقول لك الطريقه وغنقول لك السر اختي اللي غادي تعتمديه باش غتقدي تنجحي اختي في تسيير الميزانيه ديالك. دائما اختي الا بغيتي تنجحي في التسيير ديال الميزانيه ديالك، دائما من الاول تفائلي خير. ملي غتقسمي اختي الميزانيه ديالك وغتشدي دوك الفليسات، غتقولي الحمد لله وتفائلي خير، ودائما غتحطي قدام عينيك بانك ديك الحاجه غادي ديريها. وعمرك اختي تحبطي من الاول، وعمرك تشائمي وتقولي بانك ما تقديش، حيت الا وصلتي داك الميساج لعقلك وقلت بانني انا ما نقدرش نجمع وبانني ما نقدرش ندير ديك الحاجه، كوني اكيد اختي عمرك غادي ديريها وعمرك غادي توصلي ليها. ولكن الا كنتي اختي كتشوفيها لهيها، ولكن كتجيك الطريق كتكون طويله، ولكن بالنسبه لك انتي كتشوفيها قريبه وغادي توصلي لها باذن الله. يعني تما غادي تخدمي وكوني اكيده بانك غادي توصلي لها. اليوم اختي غادي نقول لك طريقه باش هذا هو السر. ودابا نقول لك اختي الطريقه اللي غديري ملي غتقبطي اختي المصروف ديالك، غادي تقسميه. غتقولي لي اختي هاد التقسيم اللي درتي لي ما يكفينيش. لا غيكفيك اختي. نتو اختي 4 ديال الاشخاص حتى 5 ديال الاشخاص، هاد التقسيم اللي درت لك غيكفيك ان شاء الله باذن الله. ولكن نتيا خصك تكوني مروقاده، وملي غديري هاد التقسيم غادي تقولي بحال امتحان خصني ننجح فيه. انتي دابا غدوزي امتحان، الا كنتي عمرك قدرتي توفري من 2000 درهم، هذا امتحان ليك، وغادي تشوفي ان شاء الله شحال غادي تجيبي في هذا الامتحان. خواتاتي درت لكم هنايا الهري 600 درهم. الا كنتي اختي انتي كتصرفي اكثر من 600 درهم، غادي ديري تحدي مع راسك وغادي تشوفي تجربي، وغادي تشوفي هذا الامتحان اختي شحال غادي تجيبي فيه من نقطه، واش غادي تكوني مجتهده ولا كسوله. درت لك اختي 600 درهم، حنا هنايا عندنا 2000 درهم وحطينا 1500 درهم لتحت، وغادي نشرح لكم عندنا التوفير 500 درهم، ودرت لكم بين قوسين 400 درهم 100 درهم ستوك. علاش؟ غادي نرجع لكم لهاد النقطه من بعد. درت لك الهري اختي 600 درهم. غادي تجيبي لي اختي الاساسيات، غادي تجيبي لي كل شيء من الهري. الا كنتي كتجيبي شي حاجه شي كماليات غير زايدين اختي استغناي لي عليهم حتى توقفي على رجليك، ومن بعد ديك الساعات غتقدي تجيبي الكماليات اللي بغيتي، يعني في حدود داك الميزانيه اللي عندك، ماشي الكماليات يعني غادي نجيب شي حاجه غاليه بزاف، لا. المهم اخواتاتي درت لك 600 درهم غادي تقضى لك داكشي اللي غادي يقدك في المطبخ ديالك. غتركزي ليا
بالخصوص على الاساسيات، يعني الزيت، السكر، الدقيق، اتاي، غتركزي لي عليهم هادو. من بعد ديك الساعات غتكملي باقي التقضيه. الخضر والفواكه اختي درت لك 300 درهم، غتقضي كل 15 يوم 150 درهم. اللحوم 300 درهم. المهم غتمشي في الاول ديال الشهر غتاخدي 150 درهم ديال الخضر والفواكه، وغتاخدي 150 درهم ديال اللحوم، وغتمشي تقضاي ب 300 درهم، يعني ما بين الخضر والفواكه واللحوم. 15 يوم غتجيبي ليا اختي الخضره. الخضره راه غادي يعني غتقضيها غير ب 100 درهم، غتقدي توفري لك 50 درهم، حيت كتعرفوا دابا الخضره راه نقصات ما بقاتش بحال الاول. اللحوم غتقضي 150 درهم. داكشي اللي غتجيب لك 150 درهم هي اللي غتقضى. غادي تنوعي ليا، غتجيبي الحوت، غادي تجيبي الدجاج، وغادي تجيبي واحد 50 درهم ولا 30 درهم ديال اللحم. المهم نتي هذيك 150 درهم تقضي بها داكشي اللي بغيتي، ما تخرجيش على ديك 150 درهم. الخضر والفواكه المهم غتقضي ب 150 درهم. بغيتي توفري منها خلي الا بغيتي الفواكه في السيمانه الثانيه. بالنسبه للبوطه درت لك 100 درهم ديال البوطه. الحانوت 100 درهم. غير الا بغيتي تجيبي مثلا الحليب ولا حتى البيض جيبيه معاك من الهري. المهم البيض حاولي تدخليه معاك في الهري. مره جيبيه معاك يعني في الاول ديال الشهر من الهري، ملي غيتقاضى لك ديك الساعه تجيبي من الحانوت. درت لك 100 درهم ديال السطوك. الا كنتي اختي بغيتي تخرجي السطوك من هذا التقسيم ديال 1500 درهم، درت لك فيه 100 درهم. هاد السطوك هذا غادي تجيبي فيه كل مره غادي تجيبي حاجه 100 درهم. غادي تجيبي ليا شي حاجه للسطوك. ما قديتيش مثلا يعني ما تكفيكش مثلا شي حاجه من هاد الشيء اللي درت لك في التقسيم، وبغيتي تهزي ديك 100 درهم د السطوك مثلا وتزيديها في شي خانه من دوك الخانات، وتخرجي 100 درهم السطوك من التوفير ديال 500 درهم، داكشي اللي درت لك لتحت غادي توفري 400 درهم الا هزيتي 100 درهم للسطوك. فهمتيني اختي؟ غتخدمي ليا على ديك 100 درهم د السطوك باش من بعد غادي ترخفي وغادي تولي تقضاي وانتي مرتاحه. هذيك 100 درهم السطوك اللي درت لك بغيتي يعني تدخليها في 1500 درهم وتوفري توفري 500 درهم كان احسن. بغيتي تخرجي ديك 100 درهم ديال السطوك من 500 درهم ديال التوفير، ديك الساعات نتيا حره ديري اللي بغيتي، ولكن ضروري اختي تخرجي ليا 100 درهم ديال السطوك، حيت هذا هو الحل وهذه هي الطريقه باش غتولي كتكفيك 1500 درهم، وغادي توفري دائما ملي تقبضي 2000 درهم غادي تبقاي توفري 500 درهم. السطوك شنو غتجيبي فيه؟ ما غاديش تعتمدي غير على المواد ديال الهري، لا، ديك 100 درهم د السطوك غتخليها في واحد الجوا. خديتي بها شي حاجه للهري كل مره خدي حاجه، مثلا ما تبقايش تخلطي مره ناخذ اطرود الزيت مره لا، ركزي اما على الزيت واما على السكر واما على اتاي، حتى ديري يعني تجمعي واحد الكميه مثلا اللي ما غاديش تبقى تعاودي تقضايها مره اخرى عاد سيري لحاجه اخرى. نعطيكم مثال غادي نجيب واحد البيدو ديال الزيت غنخليه في ستوك ياك 5 يطرو. انا تقديت التقديه ديالي الهري عادي، المره الجايه ملي غنتقدى الهري ما غاش نجيب الزيت، غادي نجيب بلاصتو حاجه اخرى، نجيب مثلا الدقيق حيت عندي الزيت. عاوتاني السكر غادي نجيب مثلا ديك السكر ديال 5 غادي نجيب سنيده والسكر ب100 درهم غادي نخليهم ابار. المره الجايه ملي غادي نتقدى الهري ما غاديش ناخذ السكر وما غاديش ناخذ سنيده، باش دائما ديك 600 درهم غادي تبقى تقدني.
ماشي ديك 600 درهم غادي نجيب بها انا كلشي. غنجيب بها 5 يطرو د الزيت، ونجيب بها 25 كيلو ديال الفورس، ونجيب بها 10 كيلو ديال القمحه، ما تكفينيش. راه خصني نعرف كيف غادي ندير ديك 600 درهم وكيف غادي نخرج راسي بها. يعني خصني نوازن تقضيه. غادي نجيب واحد الحاجه منها قليله، واحد الحاجه منها كثيره. واحد الحاجه ما نجيبهاش كاع، نجيبها حتى الشهر الجاي. واش فهمتوني اخواتاتي؟ مواد التنظيف مثلا جبت انا 100 درهم بها مواد التنظيف، انا المره الجايه مواد التنظيف ما غاديش نجيبهم نهائيا، غيتنقص ليا فلوس ديالهم. بحال هكا غتكفيني اختي ديك 600 درهم. الطريقه اختي الا بغيتي هاد التقسيم ينجح معاك، ضروري اختي من الستوك، حيت الستوك هو اللي غادي يخليكي تقدري تصرفي ديك 1500 درهم وتوفري ديك 500 درهم. ديك 100 درهم ديال الستوك ضروري تكون في التقسيم، سواء خرجتيها من 500 درهم ديال التوفير ولا سواء خرجتيها من 1500 درهم. كل مره اختي جيبي لي منها حاجه ودخلي فيها حتى اللحوم. الا كان الدجاج مثلا رخيص، جيبي اختي ديك 100 درهم جيبي منها الدجاج ورميه ليا اختي في المجمد. كل مره جيبي ليا حاجه من ديك فلوس ديال الستوك، سواء من الهري ولا من اللحوم، وكوني اكيده بانك غترتاحي من بعد. وكما عرفتوا دابا راه العيد جاي وغادي يكون ان شاء الله اللحم كاين يعني في المجمد، وغادي تستغلي انت ديك ساعات الفرصه، فلوس ديال اللحوم وفلوس ديال الستوك، وديك الساعات غادي ترخفي من بعد. تبعوا اختي هادشي اللي قلت لكم، خواتاتي تبعوا اختي الطريقه اللي قلت لك، وعمرك تقولي ما يكفيونيش. دائما في الاول جربي جربي عاد وحكمي، ولكن زيري لي اختي الصمته وكولي يا اختي لاله ومولاتي وقاده وكل شيء وجديه ليا في الدار ديالك، حتى شي حاجه ما تشريها في الزنقه وغاتكفيك ان شاء الله. نتمنى يكون عجبكم لا فيديو ديال اليوم، وبسلام عليكم الى فيديو مقبل ان شاء الله.